لو انت وصلت لهنا دلوقتي فانا احب اهنيك، انت قطعت شوط طويل جدا في الكورس. بعد ما اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت ايه هو التصميم وهو برنامج كانفا، وتعلمنا ازاي ندخل عليه والايكونز بتاعته والواجهة بتاعة البرنامج، وبدأنا فعلا ان احنا نعمل تصميمات مع بعض. جه الدور دلوقتي اننا ازاي نتعلم نضيف الوان جديدة للبرنامج. مهارة حلوة جدا وهتنقل التصميم بتاعك لمكان تاني خالص. الأداة اللي هنشرحها النهاردة مش كل الناس عارفاها، فبالتالي معرفتك بيها هتفيدك بشكل كبير جدا. ومش بس في التصميم، هتفيدك في حياتك كمان في اختيار الألوان والحاجات دي كلها. فبالتوفيق إن شاء الله، ويلا بينا عشان ما اطولش عليك. يا مساء الفل أو يا صباح الفل حسب الوقت اللي بتسمعنا فيه، وأهلا بيك في دكتور فريلانسر. الحاجة اللي أنا شايف إن هي لسه باقية دلوقتي واللي أنا هتكلم فيها هو إن أنا على سبيل المثال رحت أتعامل مع عبد الله وقال لي والله إن الهوية البصرية بتاعته اللون الأصفر. عبد الله كل اللي أنا عرفته منه، يعني كل اللي أنا عرفته منه إن والله خد بص على الصورة دي كده، الألوان دي هي اللي أنا بستخدمها. وانا عايز اجيب اللون ده لكن مش قادر اجيبه. يعني انا مثلا الدرجه بتاعتي مختلفه عن الدرجه دي شويه، فانا عايز اجيب درجه مشابهه للدرجه اللي قدامي دي، او الدرجه اللي عبد الله بعتها لي بالظبط. اجيبها ازاي؟ هنا بقى هنبدا ان احنا ندخل على الادوات اللي بيديها لنا الموقع كانفا، ونبدا ان احنا ندور عليها. تمام. لو انا جيت كده على جوجل، يعني انا هدخل على سفاري وانت ممكن تدخل على اي متصفح وكتبت كانفا، كانفا كلر، هيبدا ان هو يوديني على برنامج كده او ويب سايت. بص كده معايا، اول حاجه كلر باليت جنريتور، كلر باليت ايدياز، كلر ويل، كلر مينينج. كلر باليت جنريتور ده معناه ان انت لو معاك صوره يا باشا معينه عايز تعرف الوانها ايه، ابعتها لنا حطها لنا هنا وهنقول لك الالوان اللي موجوده فيها ايه. طيب كلر باليت ايدياز، لو انت عايز تاخد افكار ايه الالوان اللي تتحط مع بعض ادخل هنا وهنديها لك. عايز كلر ويل، عايز تعرف ايه اللون اللي يمشي مع لون تاني عن طريق عجله الالوان من المكان ده. كلر مينينج، لو عايز تعرف معنى اللون بتاعك تقدر انك تعرفه من المكان ده، بحيث مثلا والله حابب تتعامل مع عميل ويجي لك انت ليه استخدمت اللون ده هنا. يعني انت ليه مثلا الهويه بتاعتك ككورس فريلانس اخترت اللون الاصفر؟ تقول له والله ده ان اللون مريح للعين، بيشد العين اكتر، مرتبط شويه بالمذاكره فهنحطه في الكورسات يبقى كويس. ليه استخدمت اللون الاحمر في المطاعم؟ ده لون بقى ليه علاقه بالشطه والحاجات السبايسي والكلام ده كله. فانت يبقى عارف معنى اللون حتى، يعني حته كده بت ايه، بتعلي شويه على العميل، او بتبقى عارف انت كاتب ايه وعامل ايه جوه الديزاين، الكلام اللي انت كاتبه عارف معناه ايه، واللون اللي انت حاطه عارف نستخدمه ليه. يخليك بروفيشنال اكتر، يعني الحد اللي عارف الحاجات دي بيكون بروفيشنال اكتر. طيب انا هدخل على كلر باليت الجنريتور، وابدا ان انا اعمل ابلود لايمج كده. تعالوا الايمج اللي احنا عملناهم امبارح وليكن الايمج اللي ناحيه دي، وبدات ان انا اعمل يوز. بدا يجيب لي والله ريب ليمون ده اللي انت مستخدمه كلون اصفر، وفي اللون اللي هو من الجري شويه، وده لون كمان اهو، وده لون تاني مختلف. دول الاربع الوان اللي موجودين هنا. طيب انا على سبيل المثال شايف ان اللون ده، عبد الله كان باعت لي الصوره دي وقال لي ان اللون ده هي الهويه بتاعته، فانا عرفت ان اللون الباك جراوند اللي ورا دي الهويه بتاعته. اجيبه ازاي عندي بقى على على كانفا بتاعي؟ بص كده، شايف ان كل واحد منهم تحته الكود بتاعه. بكل سهوله هضغط على الكود ده، هضغط على الكود ده مطور بحيث ان انا اعمل له كوبي او اكتبه، يعني او اكتبه قدامي يعني عادي بكل سهوله. انا بعمل له بس كوبي دلوقتي. طيب يلا سريع بقى كده، وعملت له كوبي. وبص انا هعمل ايه دلوقتي. انا بكل سهوله هرجع تاني للبرنامج اللي انا شغال عليه، وابدا ان انا لو ضغطت كده هنا واختار هنا لون، هحط الكود اللي انا لسه عامل له هنا. اظن دي نقطه سهله جدا. اي لون عايز اجيبه لو انا عارفه بجيب الكود بتاعه وهوريكم بنجيبه ازاي، او لو انا مش عارفه بجيب الصوره اللي فيها اللون ومش قادر احدد اللون ده ايه، ببدا ان انا ادخل على تاني، بدخل على ويب سايت اسمه الويب سايت اسمه كانفا كلر، وبختار اول واحده فيه اللي هي الجنريتور، وابدا ان انا اعمل ابلود للايمج بتاعتي عشان يجيب لي الالوان بتاعتها. بعد ما يجيب لي اللون بيكون عندي الكود بتاع اللون اللي انا عايز اجيبه، باخد الكود ده كوبي، وبعد كده بروح داخل على المكان اللي انا شغال بقى عليه التصميم بتاعي، واجي على حته الالوان واكتب الكود بس بتاعها هنا. اول ما اكتب الكود هنا اللون يظهر لي على طول واختاره. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين والجزء الثاني اللي موجود في كانفا كلر هو الكلر باليت ايدياز. هنا والله بيبدا ان هو يجيب لك افكار لالوان تحطها مع بعض. على سبيل المثال انا عرفت من عبد الله ان اليلو هو ده اللون اللي هو شغال عليه، ابدا ان انا اكتب يلو.
واعمل اوكي، يبدا يوديني على الباليتس اللي ممكن يشتغلوا مع بعض. والله انا اشوف بقى ان اليلو ده ممكن يمشي مع ايه، يمشي مع الرمادي، يمشي مع الجري، يمشي مع الابيض، يمشي مع الاصفر. بدات ان انا اشوف لون كويس انا ممكن امشي عليه. على سبيل المثال اخترت اللون ده، هبدا ان انا اضغط عليه وابص عليه وادخل اشوف ايه الالوان اللي موجوده هنا. ده لون اهو، ده لون وده لون. بكل سهوله هاخد الكود بتاع اللون او اللونين او الثلاثه اللي انا هشتغل بيهم واحطهم عندي على الكانفا، او سواء كان الويب سايت او الابلكيشن زي ما انا عملت دلوقتي بالظبط، وهبدا اجيب الالوان دي عشان اقدر اشتغل بيها بعدين. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة برجع تاني في حاجه اسمها الكالر ويل. والكالر ويل ده كل الحكايه انك هنا لما بتحرك كده بيبدا يقول لك اللونين المتقابلين مع بعض ايه. يعني انت والله هنا مثلا لما جينا كده كان اللون اللي هو الليموني شويه مع اللون الازرق دول ماشيين مع بعض، تمام. طيب انت هنا بتختار ده كومبلمنتري، يعني اللون بيكمل لون تاني. لو انت خطرت الحاجات المونوكروماتيك، يعني الحاجات الالوان اللي تمشي مع بعض والدرجات بتاعتها، بكل سهوله بقى بيبدا يجيب لك الدرجه من بدايتها للنهايه بتاعتها. الحاجات الانالوجز، الحاجات اللي هتبقى شبه بعض. فانت بتبدا تختار الحاجه اللي انت عايزها، ولكن دايما بنختار الحاجات المكمله لبعض. على سبيل المثال اللون اللي هنا الازرق اهو، شوف انت حتى كل ما بتروح للازرق الغامق، يعني انت كل ما تروح للازرق الغامق اللون الاصفر بتاعك بيبدا ان هو يتغير. فبالتالي تعرف اللونين وبكل سهوله الكود تحت عمال يتغير. شايف بتاع يعني الموضوع ده ذكي جدا جدا جدا. واللون بتاعك بيبدا يتغير، تروح واخد اللون ده هو خلاص اول ما ضغطت عليه دلوقتي خدته كوبي، اقدر ان انا ابحث عنه هناك. انا لو دخلت دلوقتي على كانفا ودخلت على الالوان وكتبت كوبي اهو، هذا اللون بتاعي اللي انا كنت لسه مختاره دلوقتي بدا ان هو يظهر معايا. تمام تمام، ده لون من اللي احنا كنا مختارينه هنا هو. ده كده الحته دي. طيب في بقى نقطه هنا مهمه جدا، وهي كلمه اكسبورت باليت. لما تعمل اكسبورت وتعملها في شكل بي دي اف، بيبدا ان هو يحط لك في شكل بي دي اف، بحيث انك لو عايز توريها للعميل ولا حاجه او عايز تطبعها بتبدا انك توريها له. انا عارف الحاجات دي حلوه جدا وتقدر تستفيد منها في الوان اي حاجه، او في انك تفكر في اي حاجه او تعمل اي حاجه في حياتك، ولكن استخدامهم جوه التصميمات بتاعتك هيخليك شخص بروفيشنال جدا وهيفرق معاك جدا. ده رقم 3. يبقى كده اتكلمنا على الجنريتور، واتكلمنا على الباليت ايدياز، واتكلمنا على الكالر ويل. بعد كده الكالر مينينج. وهنا لو انت معاك يا عم لون معين وعايز تعرف المعنى بتاعه، ادخل عليه وابدا اقرا عنه، هيجيب لك بدايته ونشأته ونهايته، عامل لك مقال كامل عن الموضوع. تقدر انك تبص عليه وتشوف اللون اللي انت عايز تشتغل عليه، تعرف المعنى بتاعه، بحيث تعرف ان التصميم انا شغال والله لمكان بيقدم محتوى تحفيزي، فمع المحتوى التحفيزي ده ممكن ان انا احط الوان كذا. تبدا تبص اللون الاصفر ده ممكن يكون تحفيزي شويه، اللون الاخضر ده تحفيزي شويه. ابدا ان انا اختار اللون المناسب للحاجه اللي انا بقدمها. بكده اكون انا قدرت ان انا اضيف اي او اجيب اي لون انا عايز اجيبه جوه الموقع. اتكلمنا ازاي، خدنا الصوره الاولانيه اللي بعتها لنا العميل ورفعناها على الجنريتور، عرفنا الالوان الموجوده، خدنا اللون الكود بتاعه وبحثنا عنه هنا وجبناه. طيب الحاجه الثانيه ان انا دخلت على الباليت ايديا وبدات ان انا ابص على الالوان اللي بتمشي مع بعض، وخدت اكواد الالوان اللي انا عايزها وبكتبها. بجيبها منين؟ عشان برضو ما حدش يسالني في النقطه دي لانها سهله جدا. بضغط على الباك جراوند كده اداني اللون بتاعها فوق، اول ما ضغطت على اللون بتاعها اقدر ان انا اكتب الكود بتاعي هنا. طيب بعد كده ده النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي معانا هي حته الكالر ويل، بحيث ان انا اعرف ايه اللونين اللي مكملين لبعض، او ايه الالوان اللي ماشيه مع بعض كمونوكروماتيك او كشكل واحد، كلون واحد، كدرجه واحده. الحاجه الثالثه ان الحاجه الرابعه بقى ان انا ممكن اشوف الميننج بتاع كل كلر واقدر ان انا اعرف كل ده انا جبته منين، من كانفا كلر. اظن ده اوبشن مهم جدا وجميل جدا، مش اي حد كان هيقوله لك ولا كنت هتلاقيه بسهوله، ولكن من الحاجات المهمه جدا جدا واللي بتميز حد عن حد هو الموضوع ده. اتمنى يفرق معاكم بعدين، واتمنى التصميمات بتاعتكم والتصميم اللي هيطلب منكم تعملوه بروفيشنال جدا. التصميم اللي قدامكم ده تصميم عادي جدا معمول وانا قاعد معاكم. انا ده شخصيتي ان انا اعمل حاجه هاديه فيها ديزاين، سواء كان شخص او فيها جرافيك ومكتوب عليه كلمه واحط اللوجو بتاعي. انت ممكن تعمل حاجه غير كده، ممكن تفكر في حاجه غير كده، لكن ما تكبريش التصميم بتاعك وتحطي فيه اليمنتس كتير جدا فيبقى شكله بالنسبه لي مش كويس. في نفس الوقت ما تخليهوش فاضي وجايبه من جاهز من المكان ومجرد كاتب عليه الكلام بتاعك. لا، انت عامل تصميم من البدايه للنهايه. يعني اتحدى دلوقتي لو حد دور على الابلكيشن يلاقي فيه تصميم شبه اللي انا حاطه بالظبط. اقصى حاجه ممكن تلاقيها ان بتاع اللي انا اللي حاطه ده اللي هو الفيكتور ده انك تلاقيه موجود زيه. تمام. وده عايز تتغلب على الحته دي كمان، استخدم حاجات من جوجل، استخدم فيكتورز من جوجل، حط انت حاجات بنفسك، ارسم انت رسومات بنفسك من الموقع من كلمه اليمنت، وهات اشكال وابدا انك تحط الاشكال دي.
ده بكل سهوله هيفيدك جدا. شكل زي ده مثلا ممكن انك تستخدمه، يعني شكل زي ده انا ممكن استخدمه عندي في التصميمات بتاعتي، بحيث ان بما انه يعني لونين مشابهين للتصميمات بتاعتي، احطه كده في وسط الصوره بتاعتي، واخلي على يعني بص كده، اخلي على الشمال بتاعه اللون الاصفر، اخلي على اليمين بتاعه اللون الجري، فيبقى التصميم بتاعه شكله متداخل مع بعض، وهيبقى شكله لطيف جدا 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 كمان. ده كده النقطه الاولى اللي انا كنت عايز اقول لكم عليها واعلمها لكم، وهو حته ان يعني ازاي انا ممكن اضيف صوره. طبعا حاجه زي كده ممكن اغير في الالوان بتاعتها بكل سهوله، يعني هو مديني الاوبشن ده، اقدر ان انا اغير في الالوان دي بكل سهوله. فانت كل حاجه الموقع بيديها لك بتقدر انك تتحكم فيها. من الحاجات برضو مهمه جدا ان انا لو عايز حاجه زي دي كده احطها هنا في وسط الشاشه ولكن مش ظاهره قوي، ففي كلمه عندك هتبقى ظاهره اسمها ترانسبيرنسي، او لو ضغطت عليها بيظهر لك العلامه اللي فوق اللي انا هضغط عليها حالا. ده الظهور بتاعها شفافه قد ايه. هنا كده 100% ظاهره، يعني مش شفافه خالص، ولكن لو انا قللت كده هتلاقيها بقت شفافه خلاص، بقت موجوده في الخلفيه. انا ممكن اكتب عليها الكلام كده وهي موجوده في الخلفيه وظاهره قدامك. بتشوف انت الحاجات دي اكيد يعني كتير قدامك وانت شغال على اي حاجه او انت موجود على الفيسبوك. فده من الحاجات المهمه جدا، واللي ممكن برضو تفرق في التصميم بتاعك والشكل بتاعه. اتمنى كده يكون الشكل ده بقى ظاهر قدامكم كده، وازاي تعملوا التصميم كويس، وازاي تخلوا التصميم بتاعكم بشكل كويس، وازاي التصميم بتاعنا ده تحول من، بصوا كده، تحول من الشكل الاولاني اللي كانت صفحه بيضاء وبدانا نحط عليها صور معينه وندخل فيها شخص معين، للتصميم الاخير اللي احنا وصلنا له. كل واحد يبدا ان هو يفكر هيعمل ايه في التصميم بتاعه، بس لما اديكم التاسك بتاعكم وهقول لكم المطلوب منكم ايه بالظبط، تبدا انك تحدد انت حابب التصميم بتاعك يكون شكله ايه، شخصيتك هتكون ايه، الهويه بتاعتك والالوان اللي هتستخدمها ايه، وبكل سهوله تستخدم الادوات اللي عملناها النهارده من كانفا كلر عشان تقدر انك توصل لافضل نتيجه. اظن دلوقتي انت بقيت عارف انا ليه قلت لك ان هي اداه مش كل الناس عارفاها، وحاجه هتفيدك جدا سواء كان في التصميم او في حياتك. ما تنساش تطبق على الحاجات اللي احنا بنتعلمها عشان ما تنساهاش، ويلا بينا هستناك في الفيديو الجاي. مع السلامه.